بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم المحاضرة الثالثة من الميني كورس المجاني في الدي اس سيستم. أنا أحمد القسطى، ونبدأ إن شاء الله المحاضرة دي نتعرف على وجهة نظر الدي اس، التحليل الأساسي أو تحليل الأخبار والأحداث السياسية بنتعامل معاها إزاي، وإزاي بناخد منها اكتيفيشن أو أكتر من تأكيد على الديل بتاعنا أو على الصفقة بتاعتنا، بحيث ان احنا زي ما انا قلت نطلع في الاخر باعلى كواليتي ممكنه من الصفقه. نبدا ان شاء الله بعد الاذن. بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضره دي ان شاء الله هنتكلم، او انا عايز ابتدي كلامي ان السوق بتاعنا ده علشان نقدر نحلله ليه طريقتين. يعني اللي بيحرك السوق سواء في الصعود او في الهبوط هما حاجتين: اولا الاخبار والاحداث السياسيه. طب دي هتاثر على السوق في ايه؟ اي خبر او اي حدث سياسي ليه تاثير مباشر على العمله بتاعته. يعني لا قدر الله لو كان في كارثه طبيعيه او اي حاجه مضره مثلا لدوله الولايات المتحده الامريكيه، تاثيرها المباشر والاساسي هيكون على عمله الدولار. طب ليه؟ لان زي ما انا قلت وشرحت في الكورس المجاني الموجود في ايفولوس، ان العمله هي الممثل النهائي والاساسي للاقتصاد الكلي للدوله. يعني الدولار الامريكي هو الممثل الاساسي او الحاجه اللي بتبين مجمل الاقتصاد الامريكي صاعد او هابط، قوي ولا ضعيف. يبقى احنا عندنا اول مدرسه او اول نوع من انواع التحليل هو تحليل الاخبار والاحداث الاقتصاديه والسياسيه اللي بتخص الدوله نفسها، عشان نقدر نطلع منها العملة ايه اللي هيحصل لها، بالتالي يحصل التأثير في الزوج كامل اللي هنشتغل عليه. تاني حاجة من أنواع أو تاني مدرسة من مدارس التحليل وهي التحليل الفني. التحليل الفني ده هو كل ما رسم على الشارت. أي حد يقدر يحط رسم بياني قدام منه أو شارت، ويقدر من خلاله يطلع أنماط ويطلع أساليب تداول، يقدر من خلالها يطلع صفقة ناجحة. إذا فهو أسلوب أو استراتيجية تداول تتبع علشان الناس تعمل بروفيت زي ما اللي عاملها وزي ما اللي حط الضوابط بتاعتها عملها. خلاص، يبقى احنا عندنا مدرستين من التحليل. المدرسة الأولانية إن كان التحليل أساسي، ففي ناس اللي هم من المدرسة ديت متعصبين جدا ليها، وشايفين إن ديت هي المدرسة الوحيدة اللي بتحرك السوق. شايفين إن السوق من غير الحاجة دي ما يتحركش، وهم عندهم حق. على الناحية التانية ومدرسة المحللين الفنيين برضو شايفين إن السوق بيحرك الأخبار، بس ما يمشيش من غير تحليلنا احنا الفني، من غير سيولتنا احنا اللي بتتضخ سواء في البيع أو في الشراء. كل دوت برضو هم عندهم حق فيه. إذا فالسوق بيصدق المدرستين؟ اه، يصدق المدرسة. طيب، تعالى نتعامل مع مدرسة مدرسة منهم، وبعد كده ندمجهم على بعض ونطلع منهم شيء أو حاجة مستفادة نقدر من خلالها آه، نجيب أو نطور أسلوب نتعامل بيه مع السوق. يعني ناخد اللي هيفيدنا من هنا كتحليل أساسي، وناخد اللي هيفيدنا من هنا كتحليل فني. اوكي، طيب نمسك التحليل الأساسي. التحليل الأساسي زي ما أنا قلت هو معتمد على الأخبار، وانا مش هينفع اقول لك ايه ناخد ايه المفيد في التحليل الاساسي من غير ما اقول لك ازاي هنقرا الاخبار. علشان نشوف او نقرا الاخبار، او علشان ناخد الاخبار بسياقها كويس او نفهم السوق ماشي ازاي. اي خبر في اي موقع انت بتستخدمه عشان تقرا منه الاخبار، سواء investing.com، سواء اي موقع انت بتستخدمه،
بيكون الخبر جاي لك ب3 أنماط شبه ما أنت شايف أو ب3 خانات كده. بيقول لك الخبر والله القراية السابقة بتاعته قد كده، والرقم المتوقع قد كده، والحالي قد كده. إيه بقى الألغاز دي؟ هنيجي هنا نترجمهم ونعرف إحنا هنشتغل عليهم إزاي وتأثيرهم بيكون إيه على السوق. لو خدنا خبر الفايدة بتاعت الدولار الأمريكي، أشهر الأخبار وأكتر خبر بيحرك السوق، وده اللي هنشتغل عليه. لو تخيلنا إن آخر ارتفاع كان للفايدة كان 5% مثلا، خلاص هم فضلوا يزودوا في الفايدة نص في المية في نص في المية لغاية ما وصلوها 5. وكان المتوقع المتوقع للفايدة بعد كده أو في الشهر الجديد إن هي تزيد بمقدار 50 نقطة أساس أو نص في المية. 50 نقطة أساس يعني نص في المية، تبقى 5.5% من بعد ما كانت 5%، وإحنا قاعدين مستنين قراية الخبر الحالي. خلينا في البداية نقول أو نشوف مدى تأثير الفايدة على أي عملة إيه، أو هم بيرفعوا الفايدة ليه أصلا. الدولار أو أي عملة، لو تخيلنا إن ده السوق بتاعها، كل ما كانت العملة متداولة أكتر، كل ما كانت حركة البيع شراء أكبر، كل ما كان الركود أقل والنمو أعلى. طيب إيه اللي يخلي الحكومات ترفع الفايدة؟ وإيه اللي يحصل لو رفعت الفايدة؟ لو رفعت الفايدة، ده بيخلي الاستثمار يطلع من داخل السوق من هنا، يروح للبنوك، لأن أصبح الفايدة سعرها جاذب أكتر من السوق. يعني في مصر مثلا فايدة 25% في السنة. فايه الحاجه او انا لو حطيت فلوسي في اي حاجه تانية في عقار او اي حاجه مش هتجيب لي 25% في السنه. اذا البنك افضل، الناس تروح تحط فلوسها في البنوك، بالتالي المعروض من النقد في السوق يكون اقل. يعني لو السوق فيه مليار والبنك رفع الفايده، فهيتشال من المليار دول مثلا 200 مليون، اذا السوق السيوله اللي فيه قلت، وبالتالي ده بينعكس على السوق بان تنخفض في البيع والشراء، ان العمليه تضيق ويحصل حاجه اسمها ركود، يبقى الناس عندها بضاعه وما بتبيعش وبتشتري. وعلى المقابل الناحيه التانيه الناس ما معاش فلوس، بس الناس حطاها فين؟ الناس حطاها في البنك. وده اللي بيخلي العمله تشح في البلد، او عمله البلد نفسها تقل، وبيؤدي ده لقله المعروض وارتفاع الطلب عليها، بالتالي سعرها يبتدي يصعد زي ما انت شايف كده. اوكي، ده الطبيعي، او هم بيرفعوا الفايده كده علشان الاسباب دي. مش كل الاسباب دي طبعا، والاقتصاد بحوره كبيره، بس انا بحاول ابسط على قد ما اقدر يعني. هنيجي بعد كده، احنا عرفنا ان هو اوريدي الدولار واخد منحنى صاعد زي ما انتم شايفين، وهم مستمرين في رفع الفايده، لذلك الدولار قوي وبيفضل يصعد. تمام. هنيجي هنا دلوقتي احنا مستنيين قرايه الخبر الحالي. المتوقع ده بيكون جاي، او قرايته جايه من حاجتين. اول حاجه يكون تصريح مثلا لجيروم باول، بيقول والله احنا الشهر اللي جاي هنستمر في رفع الفايده. ده اللي بيخلي توقع ان الفايده هتزيد. والحاجه التانيه بيكون من المحللين او من الخبراء الاقتصاديين، يتوقعوا من بعض الاخبار الصغيره. ان شاء الله هنعمل لها كورس برضه مجاني على اليوتيوب، نتكلم فيه عن التحليل الاساسي بامر الله. بيكون متوقع من بعض الاخبار انه هيرفع الفايده تقريبا 50 نقطه اساس. اوكي، واحنا بنستني القرايه حاليه اللي هتيجي للخبر فعلا. يعني احنا مستنيين فعلا يطلعوا يقولوا يا جماعه والله فعلا رفعنا الفايده 50 نقطه اساس، او رفعنا الفايده بمقدار نص في المية. ايه اللي بيحصل هنا؟
اللي بيحصل هنا إن أنت بتكون قدّام 3 سيناريوهات من دول، يا ييجي الخبر زي المتوقع بالضبط، يا ييجي الخبر أعلى من المتوقع هيرفعوا الفايدة بنسبة أكبر من نُص في المِيّة، يا ييجي الخبر أقل من المتوقع هيرفعوا مثلًا الفايدة بمقدار ربع في المِيّة أو مش هيرفعوا الفايدة خالص. أوكي، طيب إيه اللي هيحصل في السوق لمّا ييجي الخبر في ال3 أشكال دول؟ أول حاجة لمّا ييجي زي المتوقع شوف الشكل ده قدّام منّك، طبعًا إحنا عندنا هنا خلّينا نمسح دي ونكتب أو نرسم حاجة أوضح، عندنا already الchart بتاع الindex بتاع الدولار صاعد زي ما أنتم شايفين، اللي هيحصل هنا أول ما ييجي الخبر زي المتوقع بالضبط ويرفعوا الفايدة بمقدار 5.5 أو هيرفعوا الفايدة بمقدار نُص في المِيّة، ده بيؤدّي إلى إن السوق يهبط حبّة صغيّرين ويرجع يكمّل المنحنى الصاعد تاني. يهبط إزاي؟ أنت دلوقتي قايل إن الفايدة لو اترفعت السوق هيصعد، ليه هبط الحتّة دي؟ لإن already السوق صعد كل الصعود اللي فات ده كلّه على أساس المتوقّع ده، عاملين زي مثلًا ييجي حد في الاقتصاد مثلًا كويس يقول والله يا جماعة إحنا في شهر 5 الدولار هيبقى ب40 جنيه، فأنت هتستنى شهر 5 لمّا الدولار يبقى ب40 جنيه وتروح تبيعه علشان تبيعه ب50 والّا ب51 النهارده، والّا هتجري تبيع دلوقتي وهو ب50؟ really هتجري تبيعه دلوقتي وهو ب50 لمّا أنت تجري تبيع وغيرك يجري يبيع وغيرك يجري يبيع، إذًا السيولة هتكون كتير، السوق دولار فسعره يبتدي ينزل، فيبتدي ينزل يحصل المتوقّع قبل حدوثه، لذلك بيحصل المتوقّع هنا للدولار بالصعود قبل ما ييجي الخبر. طب لمّا بييجي متوقّع إيه اللي بيحصل؟ لازم يكون في شمعة هبوط، لازم يكون في شمعة لكودة، تلاقي شوية هبوط زي دول يتبعوا صعود، ده لو جه زي المتوقع. أمّا لو جه متوقع فهنشوف أعلى من المتوقع، هنشوف سعر بيصعد بس بيصعد زيادة عن الصعود. أعلى من المتوقع إزاي يعني؟ يعني مثلًا قال لك بدل ما هنرفع الفايدة 50 نقطة أساس هنرفعها 75 نقطة، أو هنرفع 1 إلا ربع في المِيّة عشان يبقى واضح للناس، يعني هتبقى 5.75 بدل ما هي 5%. جميل؟ وده اللي بيخلّي السوق يصعد بشكل مباشر، ليه؟ لإن الحالي أو القراءة الحالية أو الفايدة الحالية اللي قالوها كانت أكبر من المتوقع، إحنا ما لناش دعوة بالسابق ده عليه. لو كانت أقل، يعني لو جُم مثلًا قال لك إحنا هنثبّت الفايدة عند 5% مش هنرفع، هنعمل إيه؟ هنا السوق بياخد منحنى هابط واحتمال كبير تكون دي بداية إن هو يعكس اتجاهه أصلًا. لو كان الخبر أو التخفيض الفايدة أو تثبيتها كان عبارة عن سلوك هينتهجه الدولار في المستقبل، ده اللي بيخلّي الدولار يعكس طريقه خالص. يبقى أنا هنا هاشوف 3 أنماط من الخبر. الخبر الأول المتوقع، أعلى من المتوقع، أقل من المتوقع. وإحنا أخدنا الدرس واتعلمناه إن السوق حاليًا ماشي على المتوقع، هو أصلًا بقى له شهر بيصعد على توقع إن كده الفايدة هتزيد. أوكي، طيب الناحية التانية أو على النقيض، ليه بتحصل الشمعة الهبوط أو ليه السعر أول ما يجي يهبط ويصعد؟
ده اللي بتتضرب ليهم ستوبات، أو لازم ينزل يضرب ستوبات للناس اللي شارية مع الخبر وما عندهاش المعلومات الكافية. طبعا الكلام ده هو تقريبا بيحصل بشكل طبيعي في الأوضاع الطبيعية، بس في اوبشنز او بتبقى كلام كده في النص، لازم تكون متابع اخبار قوي علشان تيجي في الاخر تكون برضه ملم وعارف. يعني زي اخر مره هو رفع الفايده، بس ده كان او خفض الفايده الدولار صعد. ايه اللي حصل؟ ده اسمه خفض فايده تشددي. هو خفض الفايده بس قال يا جماعه احنا كنا متوقع السنه اللي جايه هنخفض فيها الفايده 4 مرات، بس احنا هنخفضها بس مرتين. هنا ايه اللي حصل؟ هنا اللي حصل ان الدولار صعد. ليه مش هيخفض الفايده زي ما هم كانوا متوقعين 4 مرات؟ اذا السوق كان واخد توقع السنه اللي جايه بحالها، مش الشهر كمان. اوكي. طيب بعد كده يعني الشهر اللي بعد ده هنلاقي ان الفايده دي اللي هتحصل هنا، القراءه الحاليه دي هنلاقيها الشهر اللي جاي لنا هنا في السابق، ونبتدي نتعامل مع الاخبار خبر يلو خبر، خبر واحد. الكلام ده انا بقوله بشكل مبسط عشان وقت المحاضرة ما يطولش، ولكن هيكون لينا ان شاء الله كورس برضو مش هطول فيه 3 4 محاضرات، هلم فيه التحليل الاساسي على قد ما اقدر. يعني ان شاء الله ربنا يجعل فيه فايدة لحضراتكم يعني. ده كده قراية الاخبار. خلاص خلاص. هنيجي بعد كده للازواج. انا عرفت ازاي اقرا الاخبار، عرفت ازاي السوق امتى بعيد عنه، امتى ما بعيدش عنه، وعرفت ازاي سواء انت بتحلل دي السيستم او سواء بتحلل باي مدرسة تانية، عرفت ازاي احلل فني. اعمل ايه بقى؟ هنا انا عرفت اتجاه السوق هيكون عامل ازاي، وهنا عرفت التحليل الفني بتاعي هيدخلني من انهي منطقة بالظبط. هنا انا عايز اوصل لنقطة التكافؤ. ايه نقطة التكافؤ؟ يعني ايه نقطة؟ يعني انا عايز اخد من التحليل الاساسي وجهة نظر، واخد من التحليل الفني وجهة نظر، والاتنين يكونوا متفقين عليها علشان اوصل لنقطة تكافؤ. يعني إيه؟ يعني التحليل الاساسي، يعني مثلا الزوج ده استرالي دولار، فالتحليل الاساسي شايف ان هو صاعد والله. ليه؟ علشان الخبر الفلاني او علشان الحاجة اللي حصلت الفلانية. والتحليل الفني والله ده هيصعد. يبقى انا اتجاهي العام خدته من هنا، هو هيصعد، وجيت على تحليل الفني بتاعي يدخلني من منطقة انهي منطقة بالظبط اشتري منها. وهنا دي نقطة التكافؤ، او نقطة اخدت الحلو من هنا واخدت الحلو كمان من هنا. طيب تتعمل ازاي او نمشي عليها ازاي؟ الزوج الاسترالي دولار، استرالي دولار، والدولار الامريكي. يبقى الزوج الاسترالي دولار بيتكون من عملتين. العملة الأساسية هي الاي يو دي او الاستراليان دولار. خلاص، ده الدولار الاسترالي هو اللي بيكون او الشق الاولاني من العملة. والدولار الامريكي هو الجزء او العمله المقابله او الشق الثاني من الزوج. الاثنين دول في الاخر بيكونوا زوج اللي هو الاي يو دي يو اس دي. اوكي. معنى معنى ان انا عندي اخبار ايجابيه على الدولار الاسترالي، معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا شايف ان عمله هتزيد عن عمله، شايف ان الدولار هيصعد الاسترالي. طيب على النقيض والناحية التانية، لو أنا عندي خبر سلبي على الدولار الأمريكي، يبقى أنا كده عندي نقطة تكافؤ. ليه؟ ما هو ده لو صعد وده لو هبط، وعندي التحليل الفني بتاعي بيقول لي إن الزوج ده في منطقة شراء، إذا فهي صفقة كويسة. طب لو العكس، لو أنا جيت شفت إن الأسترالي أو الدولار الأسترالي في منطقة بيع، وعندنا الدولار الأمريكي في منطقة شراء، إذا الزوج بشكل عام هيهبط. ده ليه؟ علشان ده هيتباع وده هيتشرى. ليه؟ لأن ده عليه خبر سلبي وده عليه خبر إيجابي، ده سعره هيزيد وده سعره هيقل. طيب الكلام ده جميل،
نعرفه إزاي ونحدده إزاي؟ أول حاجة أنت كده متابع الأخبار وشايف الأخبار والأحداث عندك على الموقع اللي أنت، طبعا أنا ما ينفعش أذكر موقع علشان علشان اليوتيوب. فأنت كده متابع على الموقع اللي أنت متابع عليه. أوكي. تعالى بعد كده نشوف هنتأكد إزاي من الشارت من لكل عملة من دول اندكس أو شارت بيوضح أسلوب تحركاتها. يعني لكل عملة من دول شارت أو رسم بياني زي العملات بتاعتنا اللي موجودة هنا، يعني زي الشارت بتاع العملة دي. أوكي. طيب هستفاد منه إزاي برضو؟ هقول لك. العملة الاسترالي ديت اندكس يسمى ال AXY. حضرتك لو جيت كده كتبت ال AXY هتلاقي الأستراليان دولار كرنسي اندكس، عملة الدولار الأسترالي الاندكس بتاعها. لو جينا عليه كده ونبتدي نشوف، تعالوا نبتدي الأول نحلل أو نشوف. عندنا الدي اس مثلا، صفقة زي دي حللناها وطلعنا منها إن إحنا عندنا منطقة شراء من المنطقة دي. خلاص، ده العملة. ده التحليل الفني الأول. طبعا أنا شفت الأخبار، بعد كده رحت التحليل الفني شفت الدنيا بتقول إيه، لقيت فعلا إن عندي فرصة شراء كويسة هنا. دي أول حاجة. بعد كده هروح أتأكد أنا هنا على أنهي زوج. الاسترالي دولار. اذا انهي عملتين؟ الدولار الاسترالي والدولار الامريكي. يبقى انا عايز الاندكس الخاص بايه؟ الخاص بالاسترالي والخاص بالدولار الامريكي. طيب ايه الاندكس الخاص بالدولار الاسترالي؟ هو الاي اكس واي. الاي اكس واي. هلاقي ان هنا برضو في فرصة شراء عليه. طيب اشتريه منين؟ طبعا ده انت ومدرستك. يعني احنا في الدي اس هنشتري من هنا. اوكي. فانا عندي هنا 47 نقطة. الزوج ده محتاج يهبطهم علشان يوصل لمنطقة شراء بتاعتي، او الكرنسي او الاندكس للعملة دي محتاج يهبط 47 بيب اهو علشان يوصل لمنطقة الاهتمام والشراء اللي بتكون عندي هنا. ادي واحدة. طيب بعد كده هطلع على الاندكس الدولار الامريكي وهو الدي اكس واي. هتلاقوه كده دي اكس واي، يو اس دولار كرنسي اندكس. تمام. يعني اشتغلوا على تي في سي هتلاقوا عليها هنا تي في سي اهي، هي دي اللي هتلاقوا عليها اغلب الاندكسات. وهاجي هنا هشوف طبعا على حسب مدرستك اللي انت دارسها او اللي انت حابب تشتغل بيها. برضو دي وجهات نظر كلها تحترم. اجي هنا واشوف ان والله انا هشد فيبوناتشي كده. اول مناطق الاهتمام والبيع هتكون من المنطقة دي عندي، وهتكون عند المستوى ده، وتكون عند المستوى ده. دول اول مناطق الاهتمام اللي انا هبتدي اشوف فيها السوق، وهبتدي اشوف زي ما احنا اتعلمنا في المحاضرتين اللي فاتوا تقريبا. هنا في برايس اكشن، كل مناطق البيع اتكسرت عدا التشيك ميت تقريبا كسروا بديل شمعة. تقريبا عندي تشيك ميت ولو بسيط، فانا مستني الرياكشن بتاعي. وهنا مفيش رياكشن، هنا السوق صاعد بدون ما يكون اي حاجة. هنيجي هنا نشوف منطقة الاهتمام بتاعتي فين. لو انا طولت او لو انا طورت او مديت كده الفيبوناتشي، مش الفيبوناتشي سوري، مديت المسطره كده وقلت والله هو السوق ده علشان يوصل لاول منطقه اهتمام وبيع ليا هتكون كام؟ 500. 500 في الديكسي بالذات يعني 50، يعني شيل صفر. يعني السوق ده علشان يبقى عندي في منطقه اهتمام محتاج تقريبا 48 او 49 نقطه. تمام. ده السوق علشان يكون عندي مهتمام. 48 ازاي؟ يعني 478 شيل الثمانية، شيل الرقم الثالث يبقوا 47 نقطة أو 8.
خلاص، مش ملاحظين حاجة؟ هو نفس القيمة بالظبط اللي المفروض الأكس يهبطها. إذا ففي نقطة تكافؤ أهي. هنا عندي عملة هتهبط 47 نقطة، أنا محتاجها تهبط 47 نقطة، وعندي العملة التانية الاندكس بتاعها بيقول لي علشان توصل لمناطق اهتمامك ومناطق البيع بتاعتك لازم تصعد 47. يبقى دي رقم ودي رقم تاني مأكد عليه. طيب تعالوا نشوف تحليلنا الفني للزوج نفسه، محتاج يهبط كام نقطة علشان يكون في منطقة الاهتمام ومنطقة الشراء بتاعتي. فجأة 47 بالظبط. إذا نقطة التكافؤ اللي أنا كنت بكلمكم عنها لو تفتكر، هنا أنا حصلت عليها. هنا حصل عندي تكافؤ إن العملتين فنيا في الزوج، العملتين المكونين للزوج أصلا فنيا اتفقوا على منطقة. ادي واحدة. وكمان عندي الأخبار مساعداني لو أنا قاري الأخبار كويس، وكمان عندي تحليلي الفني. إذا أنا الطريقة دي هطلع أفضل أفضل صفقة وسط الصفقات كلها. أنا كده أخدت عليها اكتيفيشن أو تأكيد من أكتر من حاجة. أوكي، ده برضو ما يخلكش متكبر على السوق، ولا انت معاك طريقة خلاص لازم تهبط تخش فول مارجن. السوق هو المعلم، احنا بنتعلم من تحركاته، نتوقع لكن ما نمشوش على مزاجنا. لذلك مهما كان ثقتك في تحليلك، مهما كان تأكيداتك من الصفقة، برضو إدارة رأس المال هي طوق النجاة لكل الصفقات. هنيجي هنا ونشوف ايه الاندكسات لكل عملة علشان لما تيجوا عندكم هتعرفوا تشتغلوا بيها يعني. اول حاجة زي ما انا قلت الاي اكس واي، انتوا عارفينه. وعندك لليورو الاي اكس واي، وعندك للبريتش بي اكس واي، وعندك للكنديان سي اكس واي، وعندك للسويس اس اكس واي، وعندك للنيوزيلندي زد اكس واي، وعندك ايه كمان، ايه اللي ناقص؟ المحاضرة ديت يمكن وقتها قليل، ولكن معلوماتها قيمة جدا جدا جدا. ان شاء الله هيكون بينا يعني هحاول اعمل زي محاضرات تحليل كده للسوق. هطلع احلل قدام منكم السوق بالدي اس علشان يكون وجهة النظر افضل. وبفكر ان شاء الله يكون يعني هعمل زي بول كده، او يعني تصويت ان احنا ممكن نطلع لايفات نتناقش تحليل او نتناقش في الاسواق يعني مرة كل اسبوع كده ولا حاجة. وان شاء الله برضو هيكون لينا محاضرات في إدارة رأس المال ومحاضرات في إدارة المخاطر. وإن شاء الله هنعمل حاجة في التحليل الأساسي، هغطي لكم شوية حاجات كده عسى الله يعني ينفع بيها وربنا يتقبلها ويجعلها نافعة ليكم. أنا لغاية هنا خلصت. أشوفكم إن شاء الله على خير في محاضرة جديدة كده. إحنا ممكن فاضل لنا كمان محاضرة ولا محاضرتين في الميني كورس، وهو يكون شامل كل حاجة بفضل الله. تقدر تخليكم تدخلوا المجال، لأن دي اس كبير، محتاج شغل كتير وتطبيق كتير. فأتمنى إن أنا أكون قدمت حاجة تفيدكم، وأتمنى لكم الخير. والله انتظرونا قريب برضو أيام إن شاء الله ننزل كمان محاضرة ونفكر في موضوع اللايفات. أشوفكم على خير وأتمنى لكم التوفيق.